مساء الخير عليكم، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أقول لك ولا تزعلش. معكم أحمد البنداري على راديو انطلاقة. اسمها حاجة مفيدة. حلقتنا النهاردة بتتناسب مع الأحداث اللي بتمر بيها البلاد، بس في كلمة هنقولها ممكن تلخص الظروف اللي بتمر بيها البلاد واللي الناس بتتعامل بيها مع بعض، وهو أكل لحم أخيك. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نشوف الفامبايرز اللي عايشين حوالينا دول ايه بالظبط سببهم وبيعملوا ايه فينا. تعالوا معايا. مدد 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 يا رسول الله. مدد 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 يا رسول الله. أقسمت بالفرقان وبسورة الإنسان، العدل في الميزان لكل خلق الله. مدد 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 يا رسول الله. أقسمت بالإسراء وبراءة العذراء، الدم كل سواء حرام بأمر الله. مدد 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 يا رسول الله. اهلا بكم معانا تاني، ورجعنا لكم وكلمات اغنية منير. اقسمت بالاسراء وبراءة العذراء بان الدم كله سواء وحرام بامر الله. طبعا كلنا ما عندناش اي ادنى شك من الكلمات دي، بس يا ريت كلنا نكون بنطبقها في حياتنا. طبعا كلنا شفنا العمل الارهابي اللي حصل في بلدنا، في مكانين، في كنيسة في طنطا وفي كنيسة في الاسكندرية. انا مش جاي هنا علشان اقول ايه سبب العمل ده، ولا احلل تحليلات، ولا اقول لكم ايه اللي حصل او كده. لا، انا بتكلم حاجة تانية خالص. اكل لحم اخيك ده اللي حصل فعلا يا جماعة. كلنا شفنا شهيد الشرطة والشهيدة كمان اللي كانت معاه والشهداء اللي كانوا في الخدمة في حراسة الكنيسة. الناس دي اتوفت وهي بتأدي عملها. نشوف بقى مين اللي قاعد ياكل لحم الناس دي وهم ميتين وفي اعداد الموتى. دلوقتي واحد بيقول انا والله انا زعلان جدا من اللي حصل، وحط صورة على البروفايل بتاعه وحط صورة الهلال والصليب، وكمان قال ان هو بيشجب ويدين كل الاعتداءات اللي حصلت على اخواننا الاقباط. في نفس الوقت دخل في جروب تاني اسمه جهابذة الفيسبوك وجهابذة الفوتوشوب بالاخص، ويسأل يا جماعة حد خد باله اللي انا خدته منه بالي؟ يعني شفت عدد الفريمز بتاعت الفيديو اللي هم عرضوها؟ الضابط ده ما حضنش الارهابي زي ما قالوا ولا حاجة. يرد عليه واحد تاني فعلا يا معلم، انت فعلا صح، وانا برضو خدت بالي من الكلام اللي انت قلته ده. انا مش فاهم حضرتك ايه اللي انت بتقوله ده. استنى كده شوية، انت بتتكلم في ايه؟ ازاي اصلا تفكر في حاجة زي دي دلوقتي؟ الناس دي ماتت خلاص وعند ربنا دلوقتي. ممكن يكونوا في مكانة، ده اكيد في مكانة احسن مننا كلنا، وفي ناس كمان عشرات قدامهم ماتوا. لو تخيل انت لو في مكان
حد من قرايب الضابط ده او من قرايب الناس اللي هي توفت، هل هيبقى شاغلهم ان الفوتوشوب اللي حصل او ما حصلش او تحليلات سيادتك الفظيعة دي مثلا؟ ليه؟ ليه الازدواجية دي؟ في حين ان انت برضو نفس الشخص اللي هو المعتدل اللي كان بيسأل في البرامج الدينية قبل كده، هل حلال ولا حرام ان انا القي السلام على غير المسلمين؟ وحلال ولا حرام يا سيدنا الشيخ ان انا اقول لهم كل سنة وانتم طيبين؟ طيب والاحتفال بأعياد ميلادهم والأعياد الميلاد وأعيادهم قصدي، هل ده حلال ولا حرام؟ وانت نفس الشخص برضو اللي انت احتفلت براس السنة وصورت النيو يير ونزلت البوستات بتاعتك على الفيسبوك. طب ليه؟ ليه الازدواجية دي؟ وليه الاستخدام لوسائل التواصل الاجتماعي ووسائل التكنولوجيا في حاجات أقل ما يتقال عنها إن هي أشياء تافهة جدا؟ وحاجات كتير جدا بقى بتحصل، مش ده الموقف بس الوحيد اللي الناس بتكون فيه ازدواجية وبتكون متخبطة، بس المرة دي جه في موضوع هو بيخص بالدين والعقيدة. ليه الناس بتبقى ماشية بوشين كده؟ مستني كومنتاتكو وكل آرائكو في المواقف اللي حصل ده، أو في مواقف مشابهة حسيتوا بيها إن انتوا شخصيا أو غيركم عنده ازدواجية. ونطلع فاصل ونشوف تعليقاتكم تاني معانا. احلم معايا ببكرة جاي، ولو ما جاش احنا نجيبه بنفسنا. نبدأ نحاول في الطريق، كتر الخطاوي تدلنا على حلمنا. احلم معايا ببكرة جاي، ولو ما جاش احنا نجيبه بنفسنا. نبدأ نحاول في الطريق، كتر الخطاوي تدلنا على حلمنا. مهما نقع نقدر نقوم، نشق نتحدى الغيوم، نلاقي ليلنا 1000 يوم بس احنا نحلم. مهما نقع نقدر نقوم، نشق نتحدى الغيوم، نلاقي ليلنا 1000 يوم بس احنا نحلم. احلم معايا يا صديق، تطوي الخطى أرض الطريق. يهمني حلمي البريء مهما يكون، يفضل بروحه جنبنا مهما يكون. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وهنفضل نحلم مع بعض بالتغيير للأحسن في مجتمعنا وتغيير سلوكياتنا الغلط حتى لو احنا مش واخدين بالنا منها. نشوف تعليقات الناس كده معانا على صفحتنا، وبدأوا فعلا يتفاعلوا. في إسراء عبد الله بتقول فعلا بحس ده من الناس، وخصوصا الكومنتات على أي خبر أو أي حادثة، كل الناس بتفتي وكل الناس بيكون عندها ازدواجية زي ما انتوا بتقولوا. تمام، يبقى إسراء يعني بتأكد كلامي،
وفي كمان اسلام عبد الجليل بيقول فعلا للأسف في ناس كتير جدا بتاخد معلوماتها من كتب والشيوخ وناس غير موثوق فيها، وده بيأثر على حياتهم وحياة الآخرين. تمام. وفي كمان أحمد السيد بيقول دلوقتي أنا مش شايف إن في أي لازمة لنشر المواضيع دي على الفيسبوك، وخصوصا اللي هي فيها صور. حضرتك بتتكلم في موضوع تاني، إن إحنا ما ينفعش نزود ألم الناس ونشير الصور. تمام، ده موضوع تاني، وده طبعا جانب إنساني تماما غير موضوع حلقتنا النهاردة. فعلا ده حقيقي. وفي كومنتات تانية كتير هنكملها، والبوست مكمل معانا كمان، ونناقشه كمان حتى بعد الحلقة، نرد مع بعض ونتناقش فيه. بس نرجع نكمل موضوعنا، موضوع الحلقة النهاردة، وهو الازدواجية. اللي انت تكون بتقول حاجة وبتسأل في حاجة تانية. بس الازدواجية في موضوع بيخص الدين أو العقيدة، لا، ده بيؤدي إلى مشاكل أكبر بكتير من زي اللي احنا وصلنا لها دلوقتي. فبنقول يا جماعة، بنأكد رأي برضو الناس معانا على الفيسبوك، ان هو أي معلومة بتوصل لك أو انت عايز توصلها لها، إذا كانت معلومة دينية أو أي حاجة، اقرأ واستخدم عقلك وحلل المنطق، علشان في تفاسير كتير لأحداث تاريخية وقد تكون يعني دينية كمان، وصلت لنا غلط ومتفسرة بتفسير خاطئ. وكمان يعني ده بيكون معظم المواضيع دي تكون مطبقة على أحداث حصلت قبل كده، ونزل فيها التفسير ده، وده ما حصلش تاني يعني قدام، أو ما أقدرش أطبقه على حياتي دلوقتي. ده اللي بيحصل من ناس كتير، وأغلاط بتنزل بتصيب ناس كتير. ففي الآخر أقدر أقول لكم بس كلمة واحدة، إن هي إحنا هنفضل نفكر بعض بأي سلبيات أو أي حاجة غلط، وإن إحنا لازم نستخدم عقلنا، ولازم نستخدم كمان وسائل الاتصال أو وسائل التكنولوجيا الجديدة في حاجة تفيدنا وتفيد المجتمع. وبلاش نعيش بشخصية مزدوجة. لو عايز تعيش بشخصية مزدوجة، صدقني ده هيكون ليه عائد يعني بشع جدا ليك والأطراف اللي حواليك كمان. للأسف حلقتنا وقتها خلص، بس أكيد القوالة ما خلصتش زي ما بنقول على طول. ويا ريت نفكر في الكلام اللي احنا قلناه، وقبل لما نتعامل مع أي موضوع نشوف سلبياته وإيجابياته إيه. ونشوفكم في حلقة جديدة من أقولك ولا تزعلش. كان معكم أحمد البنداري، وتصحبكم السلامة والابتسامة. على حلمنا، على حلمنا، على حلمنا.